جاء في بيان تقرير أمني تركي إن شاباً يدعى سميح جيليك قد قتل شابتين في غضون نصف ساعة قبل أن يلقي بنفسه من فوق سور القلعة. وارتكب القاتل إحدى جريمتيه قبيل صعوده إلى أسوار القلعة، حيث قتل إقبال أوزونور وقطع رأسها وأطرافها بسكين كانت بحوزته قبل أن يلقي بتلك القطع من فوق السور ومن ثم ينتحر. وذكرت تقارير محلية أن الضحية كانت تربطها علاقة غرامية مع القاتل، علاقة غير شرعية. وتلقت الشرطة بلاغاً بمقتل شابة أخرى عمرها 19 عاماً وتدعى عائشة نور خليل في منطقة سلطان أيوب القريبة من منطقة الفاتح. وسرعان ما تبين للشرطة أن القاتل هو ذاته في الجريمتين، وأن الفارق بينهما نحو نصف ساعة. وكشفت تحقيقات أولية في الجريمة أن القاتل سميح جيليك لديه 3 سجلات جنائية لدى الشرطة، كما تبين للشرطة أن لدى القاتل 5 سجلات في مستشفيات مختلفة لأسباب نفسية. وعثرت الشرطة في منزل القاتل على دفتر الملاحظات الخاص به، وقد رسم فيه شخصيات بشرية مقطعة الأعضاء. ما زالت الشرطة تحقق في تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت مدينة إسطنبول